اللي هو زواج البدايل. يجي الشخص يزوج أخته لشخص ثاني، لصديق له أو لقرابة له، مقابل أنه يتزوج أخت هذا الشخص. يعني كل وحدة بديلة للأخرى. شيء يعني خلينا نقول سيء، تمام، أنه كل وحدة مهر للثاني، ما يجوز. المهر واضح في الشرع الإسلامي. فهمت عليك. إذا زعلت أخت الرجل هذا بدها هذيك تطلق، هذيك تزعل وتجي تحرد عند أهلها. وإذا هذه زعلت هذيك بدها تزعل، هذيك تزعل، وإذا هذه طلقت هذيك تطلق، حتى لو الثانية ما عليه حق، حتى لو أنه مثلا متفقة مع زوجة، حتى لو أنها عايشة مع زوجة باستقرار ومتفقين، تطلق وترجع لبيتها. تلقينهم يتعايرون، يصيرون يعني خلينا نقول حديث علكة بثم الناس. والناس ما تتركهم بحالهم. طلقة يا رجل، هذا طلقوا أختك ومخلي أختها عندك، طلقة. فيطلق حتى لو بحبها. نعم حتى لو. بس هاي العادة عم تختفي شوي شوي. هي مختفية الآن، يعني نادرا. طيب الحمد لله. نادرا. الحمد لله. أنا يعني أذكر، تمام، من خلال حديث الأهل أذكر أنه كان هذا نهايته كانت في التسعينات.